في شوارع القاهرة الجديدة، في منطقة المفروض إنها من أهدى وأرقى مناطق مصر، بدأت تظهر قصة محدش كان يتخيل إنها تحصل هناك. قصة مش مجرد جريمة، دي قصة خلت ناس كتير تخاف تمشي لوحدها بالليل، وخلت سؤال واحد يتكرر في دماغ كل اللي سمع عنها: إزاي إنسان ممكن يعيش وسط الناس وهو بيخبي الجانب المرعب ده؟ اللي هتسمعوه في الفيديو ده مش مجرد قصة قتل، دي حكاية بدأت بهدوء وانتهت برعب حقيقي. ولو فاكر إنك سمعت كل تفاصيل القضية دي قبل كده، خليني أقولك إن في تفاصيل كتير جدا ناس كتير ما تعرفهاش، تفاصيل ظهرت بعد التحقيقات وبعد اعترافات قلبت القضية كلها. لكن قبل ما نبدأ القصة، لو بتحب محتوى القضايا الحقيقية والقصص الغامضة اللي بنكشف فيها تفاصيل محدش بيركز عليها، اشترك في القناة وفعل الجرس، لأن الفيديوهات الجاية هتبقى أقوى بكتير. ويلا بينا نرجع للبداية. في أوائل سنة 2024 بدأت تظهر بلاغات غريبة قدام الأجهزة الأمنية، بلاغات عن اختفاء سيدات، اختفاء بشكل مفاجئ ومن غير أي آثار تقريباً. في البداية الموضوع كان باين إنه حوادث فردية، لكن مع الوقت بدأ يظهر تشابه مريب بين الحالات. كل الضحايا تقريباً كانوا بيتعرفوا على شخص واحد، شخص محدش كان يشك فيه. كان رجل شكله طبيعي جداً، لبسه أنيق، أسلوبه هادي، وبيظهر دايماً بصورة الراجل المحترم. كان بيعرف يتكلم كويس ويقدر يكسب ثقة اللي قدامه بسرعة، وده كان أول سلاح استخدمه. حسب المعلومات اللي ظهرت بعد التحقيقات، المتهم كان بيتعرف على ضحاياه عن طريق مواقع التواصل. كان بيظهر كشخص ناجح وعنده علاقات وبيحب يساعد، ومع الوقت كان بيبدأ يقرب منهم أكتر. في يوم عادي جدا، أسرة واحدة من السيدات قدمت بلاغ اختفاء. قالوا إن بنتهم خرجت تقابل شخص ومن ساعتها اختفت. في البداية الأجهزة الأمنية بدأت تبحث في الدايرة القريبة منها، لكن اللي لفت الانتباه إن آخر شخص كانت بتكلمه كان نفس الشخص اللي ظهر في بلاغات تانية. وهنا بدأ الشك يتحول لاهتمام حقيقي. مع مراجعة كاميرات المراقبة، ظهر إن الضحية شوهدت آخر مرة وهي داخلة عربية معينة. العربية دي كانت مسجلة باسم شخص، والاسم ده هيكون محور القصة كلها. مع توسيع التحقيق، بدأ يظهر إن المتهم كان عنده تحركات غريبة، بيتنقل بين أماكن كتير وبيغير أماكن إقامته بشكل متكرر، وده خلى الأجهزة الأمنية تبدأ تراقبه بشكل أعمق. لكن المفاجأة إن اللي كانوا شايفينه مجرد رجل عادي كان مخبي حياة تانية تماماً. مع تتبع علاقاته، ظهر إن في سيدات تانية كانوا على تواصل معاه وبعضهم اختفى فجأة. وهنا بدأت القضية تتحول من مجرد بلاغ اختفاء لشك في وجود جرائم أخطر. حسب مصادر إعلامية، تم استدعاء المتهم لسؤاله بشكل مبدئي، وكان هادي جدا، وردوده كانت محسوبة وواثق من نفسه بشكل لافت. وده خلى الشكوك تزيد، لكن من غير دليل مباشر. في أثناء مراجعة بيانات الاتصالات، تم رصد تواجد المتهم في نفس الأماكن اللي اختفت فيها الضحايا، والتوقيت كان متطابق تقريبا. وده كان أول دليل فعلي يخلي التحقيق يدخل مرحلة أخطر. لكن السؤال اللي بدأ يظهر ساعتها: هل احنا قدام قاتل متسلسل فعلا ولا مجرد صدفة مرعبة؟ الإجابة هتبدأ تظهر مع اكتشاف صادم محدش كان متوقعه.
مع تحليل بيانات الاتصالات تم اكتشاف إن الضحايا كان بينهم تواصل مع نفس الرجل. الرجل ده كان بيظهر بصورة مختلفة قدام كل واحدة، مرة يظهر كرجل أعمال، مرة كشخص عنده علاقات واسعة، ومرة كشخص بيقدم مساعدة أو فرصة شغل. وكان بيعرف يوصل لنقطة مهمة جداً: الثقة. حسب اللي ظهر في التحقيقات، كان بيعتمد على الكلام الهادئ وبيخلي الضحية تحس بالأمان. كان دايماً بيظهر كشخص ناجح وبيتكلم عن حياة مستقرة، وبيوحي إنه إنسان جدع وبيعتمد عليه. ومع الوقت كان بيقترح مقابلة مباشرة، وفي كل مرة تقريباً المقابلة كانت بتبقى آخر ظهور للضحية. في منتصف التحقيقات ظهرت معلومة قلبت القضية بالكامل. واحدة من السيدات اللي كان بينهم تواصل مع المتهم اختفت فجأة بعد ما خرجت تقابله. لكن المرة دي التحقيقات كانت أسرع. تم مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة اللي شوهدت فيها الضحية آخر مرة. الكاميرات سجلت لحظة دخولها سيارة. السيارة دي كانت مسجلة باسم المتهم. وهنا الشك بدأ يتحول لشبه يقين. الأجهزة الأمنية بدأت تراقب تحركاته بهدوء، وكان واضح إن حياته اليومية طبيعية جداً. كان بيتحرك وسط الناس وبيتعامل بشكل هادي، ومفيش أي حاجة توحي إنه ممكن يكون متورط في جرائم. لكن المراقبة كشفت حاجة غريبة: كان بيتردد على أماكن بعيدة عن محل إقامته بشكل متكرر، أماكن شبه مهجورة، وأحياناً كان بيروحها في أوقات متأخرة من الليل. مع تجميع البيانات بدأ يظهر نمط مريب: كل الضحايا تقريباً اختفوا بعد مقابلات شخصية، وكل المقابلات كانت مرتبطة بنفس الرجل. وده خلى فريق التحقيق يبدأ يتعامل مع القضية باعتبارها احتمال وجود قاتل متسلسل. مع استمرار المراقبة تم تحديد تحرك مشبوه للمتهم. كان متجه لمكان خارج التجمع السكني المعتاد. المكان كان شبه صحراوي وهادئ جداً وقليل الحركة، وده خلى الأجهزة الأمنية تبدأ تجهز خطة متابعة دقيقة. خلال متابعة التحركات بدأ يظهر إن المتهم بيزور نفس المنطقة أكتر من مرة، وده أثار شكوك كبيرة، خصوصاً إن الأماكن دي غالباً بتكون بعيدة عن الكاميرات وبعيدة عن وجود شهود. مع تزايد الأدلة تم استدعاء المتهم مرة تانية للتحقيق، وكان رد فعله هادي جداً وأنكر أي علاقة بحالات الاختفاء. لكن التحليل الرقمي كشف تناقضات في أقواله. مواعيد تحركاته ما كانتش متطابقة مع اللي قاله، وده خلى التحقيق يدخل مرحلة أخطر. مع فحص أحد الأماكن اللي كان بيتردد عليها تم العثور على أدلة جنائية. الأدلة دي أكدت إن المكان له علاقة مباشرة باختفاء الضحايا. وهنا القضية تحولت رسمياً لقضية قتل. مع تضييق التحقيقات بدأ يظهر الوجه الحقيقي للمتهم. اتضح إن حياته كانت مليانة أسرار، وعلاقاته كانت معقدة جداً، وكان بيعيش أكتر من شخصية في نفس الوقت. بعد تجميع الأدلة تم اتخاذ قرار القبض عليه، وكانت اللحظة دي بداية كشف تفاصيل مرعبة، تفاصيل محدش كان يتخيلها، تفاصيل عن جرائم وطرق خداع وحياة مزدوجة. لكن السؤال اللي فضل مطروح: إيه اللي خلاه يتحول بالشكل ده؟ وهل كان بيخطط لكل حاجة، ولا الجرائم بدأت تتحول لإدمان؟ الإجابة هتبدأ تظهر في الفصل اللي جاي. بعد القبض على المتهم القضية دخلت مرحلة مختلفة تماماً، مرحلة الإجابات.
واللي كانت مرعبة أكتر من الأسئلة نفسها. في بداية التحقيق الرسمي، المتهم حاول يتمسك بالهدوء اللي كان ظاهر عليه دايماً. أنكر أي علاقة بحالات الاختفاء، وقال إن علاقاته بالضحايا كانت مجرد تعارف عادي. لكن مع عرض الأدلة، الوضع بدأ يتغير. الأدلة الرقمية كانت أول ضربة قوية. سجلات المكالمات والرسائل وتحديد المواقع كلها أكدت إنه كان آخر شخص بيتواصل مع الضحايا قبل اختفائهم. ومع استمرار المواجهة بدأ يظهر عليه التوتر لأول مرة. بحسب ما تم تداوله إعلامياً، المتهم بدأ يغير أقواله تدريجياً. في البداية حاول يقلل من حجم علاقاته بالضحايا، لكن بعد تضييق التحقيق اعترف إنه كان بيقابل بعضهم، وكان بيحاول يظهر إن المقابلات دي كانت عادية. لكن الأدلة كانت بتقول غير كده. التحقيقات كشفت إن المتهم كان بيعتمد على أسلوب نفسي معقد. كان بيختار ضحاياه بعناية، غالباً سيدات بيدوروا على فرصة عمل أو علاقة عاطفية مستقرة أو شخص يقدروا يثقوا فيه. كان بيعرف يقرأ الشخصية اللي قدامه بسرعة، وبيبدأ يتعامل معاهم بالطريقة اللي تناسب كل واحدة. بعد ما كان بيكسب ثقة الضحية، كان بيقترح مقابلة خاصة بعيد عن الأماكن المزدحمة، وكان بيختار أماكن يقدر يتحكم فيها بالكامل، أماكن بعيدة عن الكاميرات وبعيدة عن الناس. وده كان جزء من التخطيط اللي كشفته التحقيقات. مع استمرار التحقيق، المتهم أشار لأماكن كان بيتردد عليها. الأماكن دي كانت في أطراف القاهرة الجديدة وفي مناطق شبه صحراوية. فرق البحث الجنائي بدأت تمشط الأماكن دي بدقة، وخلال عمليات البحث تم العثور على أدلة أكدت إن الجرائم حصلت بالفعل في المواقع دي. خبراء علم النفس الجنائي اللي تابعوا القضية أشاروا إن سلوك المتهم كان بيعكس نمط معروف في بعض القتلة المتسلسلين، نمط بيعتمد على السيطرة النفسية والشعور بالقوة والقدرة على خداع الآخرين. وغالباً الأشخاص بالشخصية دي بيكونوا قادرين يعيشوا وسط المجتمع بشكل طبيعي جداً، وده اللي خلى اكتشاف الجرائم يتأخر. القضية بعد إعلان تفاصيلها أثارت حالة صدمة كبيرة. ناس كتير بدأت تخاف من فكرة التعارف عبر الإنترنت، وأصبحت القصة تحذير واضح إن المظاهر أحياناً ممكن تكون خادعة. بعد انتهاء التحقيقات تم إحالة القضية للمحاكمة. المحاكمة شهدت متابعة إعلامية كبيرة، وكان فيها عرض للأدلة وشهادات وتفاصيل عن الجرائم. وكان واضح إن القضية تحولت من مجرد حادث فردي لقضية رأي عام. قصة سفاح التجمع مش مجرد قصة جريمة، دي قصة عن إزاي ممكن الشر يختبي ورا شكل عادي جدا، وقصة بتفكرنا إن الثقة لازم تكون بحذر، خصوصا في زمن بقى فيه التعارف سهل لكن معرفة الحقيقة بقت أصعب. وفي النهاية القضايا زي دي بتفضل علامة في ذاكرة المجتمع، لأنها بتكشف جانب مظلم من النفس البشرية، جانب بيخلينا نسأل دايماً: هل إحنا فعلاً نعرف الناس اللي حوالينا؟